يعني زيارة أنا خليها بالعربي إذا تعمل زي إن شاء الله. أنا هذا نادي مكتب استشارة دراسات واستشارات قانونية، مكتب حزب التآخي تنظيم التكسبي، عضو هيئة مرأة، بنفس الوقت منصب استشارات ودراسات قانونية. حزبنا تأسس ب 23/4/2016، وأهداف حزبنا نحن علماني ديمقراطي سياسي يؤمن بالمساواة والعدل وتقدر تقول الاعتماد على المكونات المجتمع الموجود، يعني سلمي، يعني ضد العنف ضد التميز، ولهيك صارت النسبة تقريبا متعادلة بين عرب وكرد ومن كل الفئات. صار حزب التآخي عندك من الرقة للطبقة منبج، عنا بالقامشلي، عنا التربستي، وإن شاء الله كمان عنا بديرك، وإن شاء الله كمان بالتل كوشر كمان ناويين نعمل مقر. قديما صح، يعني في عدة أحزاب صارت بالمنطقة، بس ونسبة المرأة كتير، وبالأخص أنا أخص حزبنا حزب التآخي أعطانا دور للمرأة كبير كتير، ونسبة أكتر صارت للمرأة. قديما أنا قبل ما انتسبت للمكتب كنت نائبة مسؤول تنظيم، بعد انتقلت لدراسات استشارات قانونية، وبنفس الوقت هيئة مرأة، يعني أعطى المرأة حق كبير ودور كبير، وأثبتت فعاليتها وجدارتها بالحزب، وهذا فخر إلنا، يعني إنه كونه تشجيع للمرأة. قديما كانت المرأة يعني ما كان عندها لا صوت ولا تحسن تعبر عن رأي ولا، هلا بالوقت الحالي صار لها دور كبير وفعال بالنسبة كمان للقوات القصات، صارت مرأة في مشاركة بالخطوط الأمامية بالمجالس بكل المكاتب، صار دور المرأة فعال. عندنا نشاطات الزيارات لجميع المؤسسات الموجودة بالمنطقة عنا، وتعريف عن حزبنا، ونحب يعني يكون في بيننا وبين بقية المكاتب تعاون مشترك كله يصب بمصلحة المنطقة.